اللي هقول لكم عليه ده مش كلام افلام خيال علمي، ده حقيقه علميه هتخلي مخك يلف. شعاع ليزر طاقته اكبر من كل الطاقه اللي بتنتجها محطات الكهرباء في كوكب الارض. ليزر زيوس اللي اتسمى على اسم اله الرعد عند الاغريق. ايوه زي ما سمعتوا كده بالظبط. زيوس مش مجرد اسم، ده رمز للقوه المطلقه، للطاقه اللي ممكن تغير شكل العالم اللي نعرفه. تخيل معايا كده ليزر يقدر يولد طاقه اكبر من طاقه كوكب الارض كله في لحظه. مش مصدق صح؟ كمل معايا الفيديو للاخر وهتتفاجئ. زيوس مش ليزر عادي زي اللي بنشوفه في الافلام، ده نظام ليزر عملاق موجود في جامعه ميشيغان في امريكا، ويعتبر اقوى ليزر في امريكا ومن اقوى الليزرات في العالم كله. تخيل معايا كده الليزر ده بيقدر يولد نبضه طاقه رهيبه بتوصل ل 2 بيتا وات، يعني 2 وقدامها 15 صفر. مش متخيل حجم الطاقه صح؟ اوضح لك اكتر. يعني اجمالي الكهرباء اللي بتنتجها كل دول العالم، كوكب الارض كله بيساوي اقل من 1% من طاقه ليزر زيوس. نبضه واحده من الليزر بتعادل 100 ضعف طاقه كوكب الارض كله. طبعا هيجي في بالك ان النبضه دي هتقعد شغاله شهور او ايام او حتى ساعات علشان تعرف تنتج الكميه المرعبه دي من الطاقه. بحب اقول لك ان الطاقه دي تم انتاجها في جزء صغير جدا من الثانيه، حوالي 25 كوينتيليون من الثانيه. ايه كوينتيليون ثانيه دي؟ احنا اخر حاجه سمعناها كانت فيمتو ثانيه بتاعت الدكتور احمد زويل. باختصار وبدون تعديات كتير، الثانيه الواحده لما نقسمها مليار مره بيبقى اسمها اتو ثانيه. النبضه الواحده بقى اللي اخترعوها استمرت 25 اتو ثانيه. طبعا الارقام مفزعه. فباختصار لو معانا كاميرا بتصور بسرعه الفيمتو ثانيه فهي بتصور حركه الذره جوه الجزيء، انما كاميرا بتصور بالاتو ثانيه فهي بتصور حركه وتفاعلات الالكترونات جوه الذره، ونقدر نشوف الذره بقى وهي بتكون الروابط بينها وبين بعض. لو كملت معايا الفيديو لغايه هنا فاحب اقول لك عاش والله، انت شخص مثقف وبتحب العلم والعلماء. كنت بسال واحد صاحبي ليزر زيوس الجبار ده ممكن نعمل بيه ايه، فبيقول لي ممكن نعمل بيه حفلات صوت وضوء في الاهرامات. فوالله يا صديقي انا مقدر اقتراحات المشاريع اللي بنفكر فيها واحنا قاعدين على القهوه، بس الموضوع اكبر من كده بكتير. الليزر ده بيستخدم في الابحاث العلميه المتقدمه جدا اللي بتساعدنا نفهم الكون بشكل كبير. بيستخدموه عشان يدرسوا سلوك الماده في الظروف القاسيه زي اللي موجوده جوه النجوم او في الثقوب السوداء، وبيحاولوا يفهموا بيه حاجات زي ميكانيكا الكم وتوليد الجسيمات وحتى محاكاه الظواهر الكونيه وحركه المجرات. في الطب بقى الليزر ده ممكن يساعدنا نطور طرق تصوير طبي ادق للانسجه، وده معناه تشخيص افضل واسرع للامراض. كمان ممكن يفتح ابواب جديده لعلاج السرطان وامراض تانية كتير بطرق اكتر فعاليه واقل ضرر. وطبعا للاسف ليه استخدامات عسكريه تانية كتير. العلماء دول بيحاولوا يفكوا الغاز الكون باستخدام شعاع ليزر. ده مش بس علم، ده فن، ده ابداع. ده بيورينا قد ايه العقل البشري ده جبار، وقد ايه ممكن نوصل لحاجات كنا بنعتبرها خيال علمي من سنين قليله. الليزر ده ممكن يفتح لنا ابواب لمصادر طاقه جديده، او حتى يساعدنا نفهم اصل الكون. بعد ما عرفتوا كل ده عن ليزر زيوس الخارق، تفتكروا ايه هي اهم التطبيقات اللي ممكن نشوفها للليزر ده في المستقبل؟ وايه اكتر حاجه عجبتكم فيه؟ بالمناسبه الليزر ده يا جماعه ب 20 جنيه، الليزر زيوس الثاني ب 16 مليون دولار. سلام.